اكتشفوا بان الجثه ترجع لواحد السيده ولا واحد البنت اللي تتراوح العمر ديالها العشرينات، واللي من اصول لاتينيه، الشعر ديالها غامق وكحل ولابسه شي حوايج اللي تيرجعوا للستينات. يعني هذه الجريمه راه دارت شحال هذه ومده طويله نيت بعد ما حلوا الجثه عرفوا باش مات، واللي كان السبب الرئيسي هو ضربه، واللي ضربه ما سهلاش وكانت على الراس بالضبط، حيت راسها كانت باينه فيه الضربه قداش. المصيبه الكبيره راه ماشي هذه، المصيبه ان هذه البنت فاش داروا لها التحاليل تحت الاشعه اكتشفوا انها حامله، وحامله بالشهر التاسع تقريبا. يعني فاش مات راه كانت قريب تولد. وسط داك البرميل لقاو واحد المذكره اللي فيها شي تواريخ وارقام ديال الهواتف وارقام ديال التليفونات راه تقريبا كانت ممسوحه، راه اصلا كانت محطوطه وسط داك السائل اللي الماء ديالو خضر. وراه لقاو جوج خواتم ومحفظه وواحد القلاده وواحد الشاره بلاستيكيه اللي هي عباره بحال النبات الصناعي اللي تيقادوه باش نزينوا به. وهنا بالضبط الشرطه بدات تحاول انها تعرف الهويه ديال المراه وتتبع دوك الادله اللي عنده. واول حاجه داروا حاولوا يعالجوا ديك المذكره ويعرفوا الارقام اللي فيها، وفاش جبدوا ديك الارقام